هل سنشاهد أول أسرار هذه القمة الكروية في هذه الركنية؟ ننتظر نترقب. لعبت بشكل قصير، هي فرصة، هي كرة، تسديدة، الخطورة ما زالت. طرحت السؤال، قلت هل ستأتي هذه الكرة بالجديد؟ فكان الجواب سريعا. نعم، الجواب كتب بشكل سريع عن طريق من؟ عن طريق عبد الله زكريا. بعد هجمة، بعد كرة، بعد تسديدة من عماد بنارة. الأولى بعدنا على الدين كان في المرصاد، لكن الثانية كان في المتابعة عبد الله زكريا، وحرك شباك لونطونت وأعلن عن أول أهداف هذه المباراة. كاسي يعقوب يلعب طويلة لسيبوش داخل المنطقة. كاسي مرة أخرى، كاسي مرفوعة الكرة، جول. الغزال لا يفوت الفرص، الغزال لا يترك المجال لدفاع الخصوم. الغزال يعرف يسجل ويعرف يحتفل ويعرف يصرخ ويعرف كل شيء. هذا الغزال، هذا الأسمر الصغير يسجل الهدف الثاني عند الدقيقة 25 ويعنف سلاح اللونطونت هنا بملعب علي بن فضة. يا سادة يا كرام، لكن لا يجب نسيان الاسيست الذي كان من هذا اللاعب يعقوب. نعم، كاسي يعقوب اسيست ولا اروع، وراسيه محكمه متقنه من الغزال الاسمر. اسجد واحمد ربك يا غزال. هدفان لصفر لمصلحه نادي مولودية الجزائر. الكره من الغزال، ولا طاولة أمامية لعيب دبيح على الاستلام داخل المنطقة. هي فرصة، هي للثالث. يا سلام، يا لولو، الله على الاستلام، الله على المراوغة، الله على التمويه، الله على التسديدة. الله عليك يا ذبيح يا شعيب. يا لها من كرة، ويا له من استلام، ويا له من جول، ويا له من هدف ثالث لمصلحة نادي مولودية الجزائر. فعل فعلته بدفاع لونطونت، فعل فعلته بالحارس بوعنا على الدين، وأضاف الهدف الثالث. 3 أهداف نظيفة لمصلحة نادي مولودية الجزائر على حساب نادي وفاق سطيفونا بملعب الشهيد علي بن فضة بزيرالدا. كل عناصر وفاق سطيف تتساءل وتطرح أسئلة: من سجل؟ وكيف سجلوا الهدف الأول؟ وكيف سجلوا الهدف الثاني؟ وكيف سجلوا الهدف الثالث؟ ومن مسجل الجول الأول؟ ومن مسجل الجول الثاني؟ ومن مسجل الجول الثالث؟ وهل ستكون هنالك فرصة للرابع وفرصة للخامس؟ ومن سيتولى مهمة التسجيل الرشيق؟ المحاولة البينية هي صعبة، هي خطيرة، هي تسديدة، لعبة ثنائية بين نادي بوشريط ومسلم رطوف. خذوهات وكرة على طبق لنادي بوشريط الذي سدد، لكن قبل أن يسدد موه وسجل وأعلن على الهدف الرابع لمصلحة نادي مولودية الجزائر. 4 أهداف كاملة بعد مرور 50 دقيقة. 4 أهداف كاملة بعد مرور 50 دقيقة أمام فريق أحرز وسجل في الجولة الأولى 8 أهداف، وفاز في مواجهتين وتعادل في واحدة. هو يتلقى الآن تلقي إصابات، لذلك يجب أن نكون مركزين فقط طيلة 90 على مجريات وشؤون المباراة. الكرة الطويلة أمامية لاعب نادي بوشريط، يا لها من كرة، هي يا سلام، يا لا جول. عالمي من نادي بوشريط. يا سلام، استلام مراوغة وتسجيل الهدف الخامس لمصلحة نادي مولودية الجزائر. 5 أهداف كاملة
غبار عليها. الهدف الأول جميل والثاني أحلى والثالث أجمل منهما والرابع أحلى من الأول والثاني والثالث، لكن الخامس يا سادة يا كرام كان خرافي عن طريق مهدي بوشريط. انطلق كالسهم، راوغ وسدد وسجل الهدف الخامس لمصلحة المولودية. شعب غير عادي، جمهور غير عادي. نعم هنا جمهور نادي مولودية الجزائر. الكرة من هناك لمسلم، نطوف جول 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 لا يمل، الغزال لا يشبع، الغزال لا يفوت، الغزال لا يترك، الغزال يسجل، الغزال يضيف الهدف السادس لمصلحة نادي مولودية الجزائر في احتفال مهرجان من الأهداف لمصلحة نادي مولودية الجزائر. أنا والسادس لمصلحة نادي مولودية الجزائر. 6 أهداف كاملة مقابل 0 لمصلحة نادي مولودية الجزائر. دفاع يتفرج وهجوم لا يمل ولا يكل. عويسي بالخير على الجهة اليمنى، على الجهة اليمنى، على الجهة اليمنى. جول 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 جول. 6 أهداف كاملة مقابل 1. الحكم يعلن عن نهاية المواجهة بفوز كبير وعريض لنادي مولودية الجزائر على حساب وفاق سطيف لحسابها الجولة الرابعة من البطولة المحترفة الأولى موبيليس لفئة الرديف بسداسية كاملة مقابل 1.